بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى حبايبكم كلهم ان شاء الله. النهارده فيديو جديد عن موضوع قديم، ولكن احنا مرضناش نتكلم عن الموضوع دوت علشان ما نبقاش بنركب الترند في وقت الموضوع دوت. ايه هو الموضوع ده؟ الموضوع بتاع مشكله الممثل محمد رمضان مع كابتن الطيار، وموضوع الصوره اللي اتصورها في الكوكبيت. مين غلطان او مين مش غلطان؟ تابعونا لحد اخر الفيديو، نقول لكم القانون ونقول لكم كل حاجه تخص الموضوع ده. اهلا بيكم مره تانية، وكل سنه وانتم طيبين. بتهيألي الحلقه دي هتبقى نازله اول يوم او تاني يوم رمضان، فاحب اقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله المشكله اللي حصلت بسبب صوره نزلت او فيديو نزل من الممثل محمد رمضان على السوشيال ميديا وهو قاعد في الكوكبيت او في قمره القياده مكان المساعد الطيار. هل ده صح؟ هل ده غلط؟ الكابتن اتعاقب واتحرم من شغله واتسحبت رخصته. مين اللي غلطان في الموضوع دوت؟ خلينا في البداية نقول ايه هو القانون، وبعدين نبتدي ناخد الموضوع واحدة واحدة. واحنا مش هيئة قضائية، انا مش هحكم على حد مين غلطان ومين مش غلطان. انا مهمتي اعرف الناس المهتمة بمجال الطيران ايه الصح في الموضوع دوت وايه الغلط، والحكم هيبقى ليكوا. وبالتالي الموضوع خلاص يعني محدش بقى بيتكلم فيه، ولكن المهتمين بالموضوع وحابين يعرفوا ايه ملبسات حاجة زي كده، وهل بتتكرر كتير، وهل دي حاجة طبيعية بتحصل كل يوم ولا لأ. خلينا مع بعض واحدة واحدة نبدأ نفند الموضوع دوت لنقط علشان نقدر نتكلم فيه بدون ما نجرح في حد او بدون ما نطلع حد يعني على حبل المشنقة. طيب ليه اولا الموضوع ده اثار ضجة كبيرة؟ اولا لان محمد رمضان دلوقتي يعد من نجوم المجتمع، يعني الناس شايفاه نجم من نجوم المجتمع. اعترضت او ما اعترضتش، يعني حبيته او ما حبيتوش، هو شخص دلوقتي مشهور جدا ومن اشهر نجوم مصر دلوقتي، فلازم اي حاجه هيقوم بيها هتبقى تعمل ضجه كبيره. ممكن حد غيره كان يعمل حاجه زي كده ما تعملش نفس الضجه دي، وما كانتش هتلاقي الانتشار الواسع للفيديو او للصوره اللي نزلها محمد رمضان على صفحته، ما كانتش هتبقى عامله الضجه دي كلها. ولكن اولا واخيرا في قانون بيحكم حاجه زي كده. القانون ده يسمى في مجال الطيران اسمه ستريل كوكبيت. ستريل كوكبيت يعني تامين الكوكبيت بكل الطرق المتاحه. يعني ايه نامن الكوكبيت بكل الطرق المتاحه؟ يعني اولا انا عندي في قانون كمضيف طيران المفروض عليا من اول ما نبدا البوردنج لحد ما نخلص البوردنج المفروض باب الكوكبيت يكون مقفول. هل هو دوت بس الستريل كوكبيت؟ لا، الستريل كوكبيت كمان مطلوب من مضيف الطيران ان هو يحمي الباب بتاع الكوكبيت. خلينا نقول الكوكبيت يعني قمرة القيادة عشان لو الناس ما بتحبش المصطلحات الانجليش. الكوكبيت يعني قمرة القيادة المخصصة لقيادة الطائرة، بيبقى فيها طاقم الطيارين يعني المساعد والطيار، او لو الطاقم اكتر من فردين. طيب انا ازاي اقدر احمي الكوكبيت؟ اولا لو احنا على الارض كده كده الكوكبيت بيبقى مقفول عشان محدش من بره يقدر يقتحم الكوكبيت يعمل اي مشكله، يتخانق مع الطيار، لان انت مش هتقدر تضمن كل عقول المسافرين اللي معاك. في ناس ممكن تبقى سكرانه، ممكن ناس عقلها يعني مش سوي عشان تقدر تحكم على حاجه زي كده. اللي نقدر نتحكم فيه ان احنا نحمي باب الكوكبيت. الكوكبيت يبقى مقفول من اول ما تلاقي الكابتن يقول ستارت بوردنج او السوبرفايزر يقول لك ستارت بوردنج، يبقى مفروض الكوكبيت دي منطقه محرمه على الركاب وعلى الكرو الاثنين مع بعض. تمام؟ يعني احنا مش ملناش ميزه زياده عن الركاب. اول ما يبقى البوردنج بدا، خلاص البوردنج بدا وقافلين باب الكوكبيت، دلوقتي مفروض ان في باب او اتنين هيبتدوا يتعمل منهم البوردنج. مفروض الركاب وهي داخله الطياره ما تعديش في المكان اللي الكوكبيت موجود فيه. فاذا بيبقى فيه ستاير ممكن تتقفل عشان ما يبقاش فيه زي دايركت فيو، يعني ما تقدرش تجري
تخش الكوكبيت بدون ما حد يمنعك يعني. فبيبقى فيه زي ترولي، ممكن نحط ترولي عشان ما حدش يقدر يقتحم الحته دي يعني غصب عن حد ويخش الكوكبيت غصب عننا. طيب عشان برضو ما نطولش في شرح كل حاجه، احنا عايزين ناخد الموضوع ببساطه. طيب احنا امنا الكوكبيت، هل لما نقفل باب الطياره ونعمل اقلاع خلاص كده الكوكبيت بقى متاح نقدر نفتح الباب ونخش براحتنا؟ لا، برضو في قوانين الطيران الستريل كوكبيت ريجوليشن مفروض ما نخشش الكوكبيت لحد ارتفاع 10000 قدم، لحد ما الطياره تكون وصلت 10000 قدم. هتقولي طب انت عايز تدي اوكي للكابتن، عايز تسال الكابتن على حاجه، تقول له حاجه. في بعض الشركات بتسمح ان السوبرفايزر يخش للكابتن يقول له كابن اوكي ان الكابن جاهزه ونقدر نتحرك عشان نطير. في شركات اخرى ما بتسمحش بالموضوع ده تماما، وعايز الاوكي تديه للكابتن تديه عن طريق التليفون او يعني الانترفون. بتاخد الانترفون تكلم الكابتن تقول له كابتن الكابن ريدي، المقصوره جاهزه ان احنا نعمل اقلاع، الناس كلها قاعده في مكانها، الكابن كرو قاعد في مكانه، كل حاجه سيكيور يعني كل حاجه مقفوله ومتثبته في مكانها ونقدر نعمل اقلاع. ما تقدرش تدخل الكوكبيت الا بعد 10000 قدم. في الحاله بتاعت الممثل محمد رمضان والكابتن دوت، محمد رمضان دخل الكوكبيت ازاي؟ اولا دي طياره خاصه مش زي الطيارات التجاريه الكبيره، فبيبقى فيها عدد محدود جدا من المقاعد وبيبقى فيها عدد محدود جدا من المسافرين، وغالبا ما بيتجاوزش 5-6 مسافرين حسب عدد الكراسي، وبتبقى لشخصيات هامه جدا وشخصيات مرموقه في المجتمع ان هي تقدر تأجر، او المؤسسه اللي بعتلها تأجر لها طياره خاصه عشان تقدر تجيبها. هل في باب للكوكبيت او باب للمقصوره في الطيارات الخاصه دي؟ ايوه بيبقى فيه، ولكن العرف دايما في الشركات ديت بيسود ان الباب ده ما بيبقاش مقفول. ده حاجه خاطئه جدا، ولكن العرف اللي سايد دلوقتي في المجال الطائرات الخاصه ان الباب بيبقى مفتوح. طيب خلينا نقول ان كريستيانو رونالدو او ميسي عندهم طيارات خاصه ودايما بيتصوروا، ولكن بيتصوروا جوه الطياره وهم بياكلوا بيشربوا بيرقصوا بيعملوا اللي هم عايزينه، ولكن ما شفناش حد فيهم منزل صوره وهو ماسك اليوكي بتاع او السايد ستيك بتاع طياره وهو قاعد والطياره طايره. طيب هل الموضوع دوت بيضر الكابتن بس او بيضر محمد رمضان بس؟ ولكن القانون ده نزل عشان يمنع حاجات اقوى من كده بكتير. اولا خلينا نقول القانون ده اتفعل من امتى، ان حاجه اسمها ستريل كوكبيت او ممنوع اي حد من الركاب يدخل كابينه الطيار. اتفعل من احداث سبتمبر في امريكا لما في مجموعه من الارهابيين دخلوا استولوا على الطياره وقدروا يخشوا بالطيارات ديت في مبنى التجاره او مباني التجاره العالميه اللي موجوده في امريكا. القانون ده بعد كده قال ممنوع منعا باتا ان باب الكوكبيت يكون مفتوح. اذا القانون ده مفعل ومحدش يقدر يكسره. طيب ليه بقى محدش يقدر يخش الكوكبيت؟ وايه الخطوره ان حد يخش الكوكبيت؟ اولا انت ماشي بطياره فوق مباني، ماشي بطياره فوق دوله، ماشي بطياره فوق اماكن مهمه واماكن يأهلها السكان. اذا انت ماشي بحاجه محطوط فيها فيول، لو لا قدر الله وقعت هتبقى عامله زي القنبله بالظبط، فدي ممكن تعمل حروب. لو طياره وقعت على مكان فيه مثلا نزاع بين دوله ودوله والطياره دي تبع دوله منهم ممكن تعمل حروب، ممكن تعمل وفيات كتير جدا لو لا قدر الله حصل خطأ والطياره وقعت او الطياره حصل فيها مشكله. انا مش بقول لك اللي داخل ده هيعمل كده الطياره هتقع والكابتن اللي جنبه مش هيقدر يسيطر عليه، ولكن من البدايه ليه نحط فرصه ان حد يخش ويعمل خطأ او ما يعملش؟ مجال الطيران ما فيهوش ما بيديش الفرصه ان يحصل خطأ. فاحنا من البدايه بنعمل حاجه ريسك مانجمنت، يعني انا بحاول احجم المخاطر. يبقى اذا المفروض مطلوب من الناس اللي عندها علم بالقوانين دي ان هي تعمل ريسك مانجمنت دوت، ما تخليش حد يزود الريسك في الرحله. طيب هل محمد رمضان ليه الحق ان هو يخش بدون اذن؟ اكيد الكابتن اداله اذن. الكابتن لما طلع في وسائل التواصل الاجتماعي وقال انا ببص ورايا لقيته واقف او لقيته قاعد مكان الفيرست اوفيسر علشان كان الفيرست اوفيسر في التويلت وانا لقيته فجأة جنبي وانا ما قدرتش اعمل حاجة فانا كسفت منه وهو قال لي انا عايز صورة والكلام ده. الكلام ده كله مش مظبوط، لان برضو مفيش طيارة بتطلع من غير كابين كرو. كابين كرو هو بيطلع يخدم الناس اللي موجودة اذا كانوا VIP او ركاب عادية من
قوانين الستريل كوكبيت ان لما حد من طاقم الطيارين يطلع بره الكوكبيت على طول واحد من الضيافه يدخل يقعد مكانه. تمام، علشان برضو حادثه حصلت وخلت القانون ده ينزل، ان واحد من طاقم الطيارين خرج بره، الكابتن التاني كان عنده مشاكل نفسيه، قفل الباب على نفسه لانه كان لوحده، وقع الطياره، انتحر وموت كل الناس اللي معاه. فالقانون ده نزل ان محدش ينفع يبقى لوحده في الكوكبيت حتى لو كان الكابتن. فاذا ما ينفعش محمد رمضان يخش وفي حد جوه. نوعيه الطيارات دي صغيره جدا، ما تسمحش ان يبقى في كذا شخص واقف. يا اما حتى اللي كان بيصور محمد رمضان وهو قاعد ده مش واقف جوه الكوكبيت، ده واقف على باب الكوكبيت، واقف بره باب الكوكبيت وبيصوره. كمان في فيديوهات نزلت وبينت ان الكابتن قال ان ده مسموح، وانا الحكومه، وانا اديتك البرميشن ان انت تقعد هنا وتتصور. فاذا النقاش ده معروف تماما ان محمد رمضان ما اقتحمش الكوكبيت وقعد غصب عن الكابتن وعمل كذا 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 اللي انتوا شفتوه واللي انتوا تعاطفتوا مع الطيار او تعاطفتوا مع محمد رمضان. انا دي مش مشكلتي مين اللي عمل ايه، انا هنا مهمتي ان انا اقول قانون الطيران بينص على ايه. ليه الشركات او الشركه اللي كان الكابتن ده شغال فيها ما تهاونتش في الموضوع وما عدتهوش وانت قلت عادي يعني والصوره والناس نزلوا بسلام والطياره رجعت بسلام؟ ليه ما تهاونتش مع الموضوع دوت؟ شركه الطيران لو تهاونت في حاجه زي كده ممكن شركه الطيران اصلا ينزل عليها عقوبات من الطيران المدني العالمي او المنظمات الطيران المدني او منظمات السلامه بتاعه الطيران المدني، تنزل عليها عقوبات بملايين الدولارات، ملايين الدولارات عقوبات، وممكن توصل لسحب رخصة الشركة لأنها بتتهاون في القوانين اللي بتنفذها على الطيارين اللي عندها. فإذا أنت مش مطلوب منك تتهاون أو مش مطلوب منك تقدم تنازلات عشان خاطر حد عشان تكسب وده أو تنال قدر من الشهرة. إذا أنت فرطت في جزء أساسي جدا من واجباتك كطيار، فلازم تتحمل العواقب. الشخص اللي قدامك جاهل بالقوانين دي مش مشكلته، ده رأيي انا الشخصي، دي مش مشكلته ان هو جاهل بقانون الطيران. مش مطلوب من اي راكب ان هو يبقى على دراية بقوانين الطيران. فاذا انت تتحمل المسؤولية من الالف الى الياء، ده قولا واحدا، ده رأيي انا. والمسؤولية انا مش بتهمك اتهام خطير، انا بتهمك فقط انت تحمل مسؤولية افعالك. انت عملت كده، تحمل اللي انت عملته. طيب اصلا ليه الكوكبيت ليه باب؟ يعني وليه الكوكبيت عاملين له باب؟ عشان يبقى مقفول. الباب بتاع الكوكبيت دوت بيبقى مضاد للرصاص. يا جماعه انتوا متخيلين ان هم يعملوا باب داخل الطياره مضاد للرصاص علشان حتى لو حد قدر يطلع مسدس على الطياره ما يقدرش يقتحم الباب دوت؟ يعني حتى لو ضرب عليه نار ما يقدرش يفتح الباب دوت. فاذا دي حاجه خطأ جدا ان هي تحصل. وانا مش بدافع عن محمد رمضان، ده شخص جاهل بقوانين الطيران، اذا ما اقدرش احاسبه على حاجه هو مش مفروض ان هو يكون بيطبقها. طيب عرفنا خلاص احنا ليه الحاجات دي ممنوعه، وعرفنا اسم القانون اسمه ستريل كوكبيت، لان اي كابين كرو من حضراتكم او اي حد مهتم بالمجال دوت عارف ان هو هيخش وهيقابل مواقف كتير من الركاب. ممكن لو سمحت اتصور مع الكابتن، ممكن اسلم على الكابتن في وسط الرحله كده، تلاقي حد جاي لك يقول لك ممكن اتصور مع الكابتن او ممكن اخد صوره جوه في الكوكبيت. طبعا ده ممنوع تماما وغير مسموح بيه. يا رب اكون وضحت الفكره اللي هي انتشرت من زمان. انا ما رضيتش اتكلم في الموضوع ده من وقته عشان اللغط الكتير والكلام كتير في مواضيع زي ديت بيسبب شوشره للراي العام، وانا المتفرجين عندي مهتمين بمجال الطيران واحب اقول لهم المعلومه من الجهه القانونيه لمجال الطيران. ماليش دعوه بالقضاء، لو حتى حد فيهم رفع قضيه على التاني ماليش دعوه بتعويضات ماديه، ماليش دعوه بالكلام ده كله، كل ده ما يخصنيش. اللي يخصني قانون الستريل كوكبيت والناس تبقى فهمته وفاهمه معناه. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ولذيذ كده بالنسبه لكم، حاجه مختلفه، وابتدينا ندخل القصص في الحقيقيه اللي حصلت في الواقع مع القوانين، وليه القوانين دي بتطبق وليه القوانين دي اتعملت من البدايه. هحاول اخلي كل القوانين اللي هقولها ان شاء الله بامثله حصلت انتوا عارفينها او مش عارفينها. ممكن انزل لكم شويه صور وحاجات تقدر تعزز القصص.
اشوفكم على خير يا رب، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات اللي جايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.